ايه الاوفر تريننج؟ ان انا اخش التمرين العب على كل الاجهزه اللي موجوده، افرتك عضلاتي، اعمل مجهود لا يمكن، وفي الاخر علبه التونه هي اللي مستنياني في البيت. حلو جدا انك توصل للفشل العضلي وانك تلعب تمارين تعمل اجهاد على العضله عشان من الاخر يحصل لك ميكانيكال تنشن، فمع الاوزان المناسبه والجهد المطلوب تعمل اجهاد على العضله فيحصل لها تاقلم فتزيد مع الوقت. لكن في مشكله وهي الاوفر تريننج، يعني انك تعمل اجهاد على العضله كبير جدا اكتر من اللي هي قادره تستحمله، فممكن يقلب معاك بنتيجه عكسيه. وده لان ناس كتير مش فاهمه ان الجيم ده مرحله انت بتهدم فيها عضلاتك، بتعمل كاتابوليزم، لكن لما انت بتعمل انابوليزم يعني عمليه بناء للعضلات دي انت بتعملها لما بتاكل وبتنام. فالريست هنا هو اهم حاجه بالنسبه لك والاكل المظبوط. فهنا انت لازم تروح الجيم تعمل اجهاد مناسب عشان ما توصلش للاوفر تريننج. فبتعمل حاجه اسمها ايه؟ تظبط الفرق ما بين الريت اوف ريكفري والريت اوف اكزيرشن. يعني ايه؟ يعني معدلات الاستشفاء اللي عندك اللي انت هتعملها من نوم واكل، ومعدلات الاجهاد اللي انت بتعملها في الجيم. لو معدلات الاجهاد عاليه جدا وانت ما بتنامش كويس وما بتاكلش كويس، استحاله انك تلاقي تطور. لكن الفكره هنا انك تعمل اجهاد مناسب وتاكل كويس جدا مع نوم كويس، فهنا هتلاقي جسمك بيزيد. او عشان كده في ناس كتير لما بتتمرن بس 3 مرات في الاسبوع وبتهتم باكلها ونومها بتلاقي نتيجه قويه جدا، عكس واحد تاني بيتمرن 6 مرات في الاسبوع بيهلك نفسه وما بينامش ولا بياكل كويس. فاظبط الكفه ما بين الاثنين هتلاقي الزياده العضليه والنتيجه اللي انت عايزها.